انا يعني كي جاك المهرجان اليوم وان تكتي في احسن حله شنو راي ديالك؟ انا صراحه شرف ليا وانا سعيده بالحضور ديالي في المهرجان دولي ديال إفران زائد هي بلادي. تبارك الله كلشي في المستوى، كلشي منور. يعني بالنسبه لك الان واحد بخلاف انك واش بنت المنطقه؟ انا تقريبا بنت المنطقه، انا من عيون ومربيع، ولكن تقريبا اطلس المتوسط. خنيفره ولا انا خنيفره. يعني المستوى الثقافي ديالك اش قريتي تقريبا؟ ما قريتش بزاف، وصلت الباك. يعني بالمناسبه كيفاش كتجيك العادات والتقاليد ديال المنطقه ديال خنيفره يعني؟ كتجيني مزيانه عاديه الحمد لله. بالنسبه للشلحه احنا فرحانين بها حيت غدا وكتزيد، وكنتمنى تزيد القدام ان شاء الله. شكون الفنان الان اللي انت بخنيفره يعني كتقتضي به، الفنان اللي عطاك سير مثلا؟ هما كاينين بزاف ما غاديش نقدر نحسبهم لك، ولكن كان سي محمد درويش الله يرحمه، ودابا كاينه شريفه، كاينين عدد من الفنانات تبارك الله، كاينه حدا وعكي الى اخره. بالنسبه لك يعني بصراحه كي جا في المهرجان ديال إفران هذه ماشي المره الاولى، عفوا كنشارك في مهرجان ديال إفران، وانما هذه المره الثانيه كمغنيه وكمنشطه. كمغنيه منشطه. الان بغينا نعرفوا الاسم الكامل. انا سميتي عائشه مايا. فنانة عائشة مايا. يعني بصراحة انت كيفاش يعني واحد السؤال باش يعرفوا المغاربة في الفيسبوك، يعني كيفاش كتجيك الان التقاليد والعادات ديال المنطقة ديالك بارابور انك المهرجانات اللي شاركتي في خارج المغرب شنو هما؟ كتجيني عاديه مزيان. مشيت تقريبا مشيت المملكه المغربيه تقريبا، مشيت بزاف ديال المهرجانات. شاركت في مهرجان فاس ديال الامازيغيه، شاركت في ديال إفران، العيطه الجبليه، ديال السويسي، ديال الرباط، خنيفره، ديال بزاف كيمشي الصحراء بزاف. مرحبا. بالنسبه الان انت بالفعل ان اليوم كنشوفوا اول مره الجمهور بغى يعرف الزوج ديالك، لان طرحت الاسئله في التواصل الاجتماعي، فاليوم بغى يعرفوا المغاربه الزوج ديالك لانك خنيفريه. انا معايا الزوج ديالي. اذا اول مره كيبان في اول مره كنعرفوا بالتواصل الاجتماعي، لان طرحوا بزاف التواصل. واش بالفعل انك مزوجه بالفعل الزوج ديالك الان؟ يعني بصراحه مرحبا. زواج رسمي مرحبا. الله يبارك فيك. بالنسبه لك انت الان كتكون داخل المغرب ولا خارج المغرب؟ بالنسبه بوغ لو مامون راني مستقرين في المغرب، كنمشيو وكنجيو. لا فرنسا ولا فرنسا. الان بالفعل انت كولد المنطقه خنيفري والمنطقه نيس نو؟ لا قرواني بنفس المنطقه الاطلس المتوسط بشكل عام. بالفعل الان انت اول مره بالفعل كنعرفوا بان الزوجه الفنانه ديالك، يعني بصراحه انت كيفاش كتواكب الفنانه؟ بالفعل اول مره كنشوف بان مغنيه من الاطلس كيواكبها راجلها في بدايه ربما احسن التقاليد والعادات ديال القبيله وديال بصراحه. ربما حققت السبق في هذه القضيه هذه. اون فيت كاين دي تابو عندنا في المويان داطلاس، مي كنتحداو هذه الامور هذه بحكم ثقتي فيها الكبيره، وكنساندها سواء في المغرب ولا خارج المغرب، وهذا واجب كزوج ديالها. ان شاء الله بيانتو ان شاء الله. بالنسبه لك شنو كيعجبك في مايا بصراحه؟ الفنانه صبوره، الفنانه اللي هي باش تعرف بان فنانه من اقاليم ديال خنيفره وكتعرف التقاليد والعادات، اصبحت الان الصوت ديالها يعني كيخرق الجبال ديال الاطلس الكبير، وهي فنانه صغيره. هي فنانه وكتبقى انسانه، ودونك بحال عامه الناس، دونك الى دي سونتيمون بلوس سون ار. طيب شنو هي الكلمه اللي كتعجبك الزوج ديالك مايا؟ الكلمه اللي كتعجبك بصراحه كتلقى راسك كما كنقولوا بالدارجه ملي كتقول لي كنبغيك تو سامبلومون. فوالا. بيان. الان الفنانه عطينا شي مقطع من ذاك الصوت ديالك، يعني الصوت الان اللي كان البارح بخلاف كان حاتم إدار كتب بالفعل انك يعني واحد الحنجره ذهبيه اللي زعزعت. انا اصلا عزيز عليا حاتم إدار، وكنوجه ليه التحيه،
عزيز وغالي، وكان منور ما شاء الله، منور افران. يعني كي جاك البحث حتيب الاداره؟ كان رائع، كان في المستوى. وانت كي جاك حتيب؟ فنان كيبقى فنان معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي، وفنان في المستوى تبارك الله عليه. تبارك الله. شي موال بمقطعات الان الى ذاكره المدينه، الذاكره ديال الدار البيضاء الحرار ديال كازا. تحيه الناس كازا وكنبغيهم بزاف. انا غندير لك موال امازيغي. مرحبا.